السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صح؟ ان شاء الله تكونون بخير. رمضان كريم. اليوم عندنا طريقة عمل السمك التقلاه. حنقل السمك ذني 3 كيلوات تقريبا وشوية سمك. عندنا هاي تنظف تقشر السمك. أنا سويت بيها بس شوية مستعجلة أني عالسريع أشتغل، فهذا نظفت عفتها ونظفت بالسكينة. قصيت الزعنفة الظهرية والزعانف مال البطن والذيل همينة قصيته، ونظفت البطن وذبيت هاي الوسخ مال البطن بالعلاقة حتى راسا قبل الزبالة. تكرمون. وهنا دا انظف عالسريع، يعني التنظيف بالسكينة اسرع من هاي. والله أنا قلت خل أجربها، من زمان مشتريتها وخليتها بالمجر، قلت خل أجربها أشوفها يعني شلون التنظيف. هو يعني زين بيها التنظيف، بس يعني أنا شوية وهنا جبت الطبر أقطع بيه الذيل. أجرب أني حقل مال تجارب بكل شي أجرب كل شي، أجرب وأشوف ياهي الأسرع، فبالسكينة الحادة أسرع. فهنا هم بدلت هاي السكينة، جبت سكينة غيرها ونظفتهن وكملتهن تنظيف. شطفتهن، نظفت السنك وتركتهن يصطفن من الماء. هاي اللمسات الأخيرة، شطفناهن ونظفنا السنك وذبينا الزبالة بالحاوية. عندنا هنا كاسة خلينا بيها ملح وكمون وكاري وفلفل أسود، خبطتهن. وهنا عندنا السمكات، هنا رصيتهن بالصينية على مود حتى أخليهن بهارات بعد أن اصطفن من المي. قطعتهن شوية على مود يعني قصصت هيج البطن والظهر مالتهن على مود حتى البهارات والملح تتغلغل بيهن. وبديت أملحهن هاي الطريقة، ملحتهن وخليت لهن البهارات. هسه جبت جدر كبير وخليت بيه زيت، قطعت بصل، راس بصل وراس مال فلفل أخضر من هذا البارد، وقطعت طماطة وحدة كبيرة. هسه هنا أنا حمست البصل على مود حتى يعني يصير لونه ذهبي، وضفت الفلفل حمسته ويا البصل. ضفت الفلفل وحمسته يعني حتى تصير نكهة طيبة. هنا أنا راح أسوي تمن، طبعا الطعم ماكو هيج خنفشاري تمن أحمر. ايش خلينا بصل وخلينا فلفل وخلينا الطماطة مثرومة همينة ناعم. حمسناهن جيدا.
وبعدين ضفت المعجون، ضفت علبة ماجي، مكعب واحد مو علبة، مكعب واحد أقصد. وضفت سن مال قرنفل 3 تقريبا سن قرنفل، وضفت معجون نص الشيشة مثلا، نص القوطية ضفتها، يعني تقريبا 4 أو 5 مال خواشيق يعني مال أكل، لأن جذرنا هذا ما شاء الله أزيد بالله شقد خليت تمن 1.5 كيلو تمن. ضفت المي بعد أن تحمس المعجون ويا هاي المواد على مود حتى تروح من عند الريحة مال الشوخ، راح نقول مال المعجون. فحطيت ضفت المي وقلبته جيدا. ضفت التمن المنقع، أنا نقعت التمن وضفته هسه وقلبته، وضفت له الملح وتركته على النار حتى يستوي. من يستوي وينشف من المي نهدره، خلي جوامه هداره ونغطيه ونتركه إلى أن يستوي. هسه عندنا طاوة نخلي بيها زيت، ونجيب هذن السمكات نخلي عليهن الطحين. حركات حركات، شوف الحركات، هلا هنا هسه غطيناهن بالطحين على مود حتى لا يلزقن بالطاوة. يعني هسه قلبتهن بالطحين من كل الجهات، وخليتهن بالطاوة حتى يتقلن. أنا عدلتهن ما قلبتهن، لا تحركوهن أو تقلبوهن وبعدين ما مستويات ترى يتفلشن. هنا أنا هسه استوين وقلبتهن بهاي الطريقة، واحدة واحدة قلبناهن على الوجه الثاني حتى يستوي. وبعدين أجيب مصفي وأخليه جوا قروانة على مود يصفن، وأطلعهن وأخليهن بالمصفي على مود يصفن من الزيت. وقبل نروح نوديهن بالماعون وهن مشقشقات بالزيت، لا نخليهن بالمصفي على مود حتى يصفن شوية من الزيت، ما يبقى زيت بيهن. نكمل تقلى، نضيف ذني البقية بالتدريج يعني واحدة ورا الأخ، نخليه يتقلن. وهنا أنا عاجنة همينة وخبزت هذا الخبز الجميل، هنا خبزت همينة خبز حار. العجين تعجنون مثلا تخلون طحين وتخلون خمرة وتعجنون، وما تضيفون الملح، لا عجنوها وكملوها وبعدين رشوا على وجه العجين الملح ورشوا له شوية مي وتركوه فد 10 دقائق. تعالوا ردوه، احنا نقول الردة نملكه هيجي، نظل نعجن ونتركه. شوفوا شلون يصير بقابيق بالهذا بالخبزة، وتكون الخبزة طيبة. طبعا صبيت لهم فطور، وهاي اني قاعدة هنا دا اكل، لأن شوية ركب قامت توجعني فأكلت على الميز مو وياهم بنفس السفرة، ونسيت أصور لكم السفرة، فاعذروني حبايبي. وهذا فطورنا، إن شاء الله يعجبكم حبايبي. وأنا اليوم تعبت كلش ومفاصل يعني مفاصلي توجعني. ولا تنسون لايك واشتراك بالقناة تقديرا لتعبي شوية، يعني لايك حتى تصعد قناتي. وشكرا.